كيقولوا باللي الجزائر دايره الفيزا على المغاربه فقط، الا ما كانش عندك فيزا ما تقدرش تدخل الجزائر. بالنسبه لي خوتي انا عندي جنسيه وحده وهي جنسيه مغربيه وباسبور خضر ومغربي قوح. انا كنعيش في اسبانيا ولكن ما عنديش جنسيه اسبانيه، يعني جنسيه اسبانيه دفعها ولكن باقي ما عطاوها ليش. اقسم بالله الاخوان حتى عندي جنسيه مغربيه كما كتشوفوا معنا، جنسيه مغربيه وباسبور خضر مغربي وافتخر. الرحله ديالي اليوم غادي تكون من برشلونه الى الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم تخير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الاخ مغربي واحد اخر اللي حاول يمشي للجزائر من بعد ما فرضت الفيزا على المغاربه. واحد المغربي اللي مقيم في اسبانيا اللي كيقول انه كيتحدى كل شيء وقادر يمشي للجزائر بدون فيزا من اسبانيا وبالباسبور ديال المغرب. ما نحرقش لكم الفيديو، نشوفوا الاخ المغربي واش غادي يقدر يدخل الجزائر ولا لا، وكيفاش غادي يتعاملوا معه السلطات الجزائريه، وهو ايضا رد الفعل ديالو على داك الشيء اللي وقع ليه. نتفرجوا فيه ومن بعد نعلقوا عليه. فرجه ممتعه. السلام عليكم لا فامي، كيفاش عاملين؟ هانيين مضخمين. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا واحد المغامره، وهاد المغامره غتكون مختلفه شويه وفيها شويه ديال الخطر. دابا كنتواجد في ايروبور ديال برشلونه وغادي نديكم معايا في واحد الرحله لواحد البلاد اللي هي الجيران ديالنا وهي مدينه الجزائر. ولكن كاينه واحد النقطه اللي خصكم تعرفوها، كيقولوا باللي الجزائر دايره الفيزا على المغاربه فقط، الا ما كانش عندك فيزا ما تقدرش تدخل الجزائر. بالنسبه لي خوتي انا عندي جنسيه وحده وهي جنسيه مغربيه وباسبور خضر ومغربي قوح. انا كنعيش في اسبانيا ولكن ما عنديش جنسيه اسبانيه، يعني جنسيه اسبانيه دفعها ولكن باقي ما عطاوها ليش. اقسم بالله الاخوان حتى عندي جنسيه مغربيه كما كتشوفوا معنا، جنسيه مغربيه وباسبور خضر مغربي وافتخر. الرحله ديالي اليوم غادي تكون من برشلونه الى الجزائر. خوتي اللي شاف هاد الدري تواصل معايا في انستغرام، الله يرحم بها الوالدين. هاد الدري راه تالف، الاسم ديالو سفيان وكيسكن بمدينه العرائش. النهار اللي مشى لهذيك الهجمه اللي وقعت في كاستيوخو مع سبته، من تما ما زاد بال. الام ديالو خوتي تواصلت معايا وكتحماق بالبكا وما عرفتش ولدها فين مشى. اللي شافو خوتي وتواصل به تواصل معايا في انستغرام، الله يرحم بها الوالدين. ما عرفناهش واش ميت ولا حي او لا قتلوه ولا ما عرفناش، الله اعلم. اللي شافوا الخوت وعرف عليه شي خبر يخلينا باللي كاين واحد الصراع كبير ما بين المغرب والجزائر، وهذا الصراع عنده سنين طويله، وحنا كمسلمين هذا الشيء ما خصوش يكون في الصراحه. حنا خوت في الاسلام، هذا الشيء راه عيب وما يبغيه لا ربي لا عبده. بيننا وبين الجزائر حنا خوت في الاسلام اصاحبي، خصنا ندخلوا للجزائر بلا فيزا بلا والو، حنا مسلمين. اللهم هذا منكر. نمشيو للجزائر وغنشوفوا داك الشيء اللي كيقولوا في المواقع واش بصح ولا كذب. ما كرهتش يخليوني ندخل للجزائر ونساليكم ونمتعكم ونوريكم الوجهين الاخرين ديال الجزائر، ونوريكم الحاجه المزيانه والحاجه العيانه ديال الجزائر كيف ما العاده. المهم الاخوان دابا خليكم معنا، غنمشيو نديروا تشيكن وغنمشيو نخرجوا البيي تاعطيهم الباسبور ديالنا مغربي باش يعطونا البيي باش نركبوا في الطياره. وتحيه الناس الجزائر وخاوه كيف ما العاده. كيف ما شفتوا الخوت ستوري اللي درت البارح في انستغرام، بزاف ديال الناس بقاو كيقولوا لي لا ما تمشيش للجزائر، ما تمشيش للجزائر، الجزائريين فيهم يديروا لك ما يديروا لك. يعني الجزائريين راه فيهم بلاد مزيان وفيهم بلاد معين. يعني انا غنمشي للجزائر وغنشوف خوتي الجزائريين كيفاش غيستقبلوني، ودابا ان شاء الله غنشبروا بويلينغ غنشبروا الطياره واش غيخليونا ندخلوا للجزائر ولا ما يخليوناش ندخلوا. يعني ماشي داخل الميريكان ولا داخل كندا. كون معنا غنمشيو نديروا تشيكينغ. الطياره باقي لها واحد ساعه المكانه وغتقلع. برشلونه كنعملوا تشيكين باش يعطيونا البي باش نمشيو للجزائر. كاين واحد المشكل، قالوا لي ما يمكنش تركب في الطياره بلا فيزا. المهم دابا هما كيسولوا وغنشوفوا داك الشيء واش غيخليونا ولا ما يخليوناش. دابا برشلونه كنتواجد في ايروبور ديال برشلونه. المهم قالوا لي خصك الفيزا، ولكن دابا هي كتعيط. ¿Eh? Que estoy preguntando y me dicen que necesitas visado. Pero el visado lo puedo hacer ahí en el aeropuerto, en Algeria. Aquí no nos lo pone, yo no puedo aceptarte sin esto. Que no puedo porque me cae después el palo. A mí no puedo si no llevas la documentación correcta. No hay ninguna manera. Si no, pone que necesitas visado, lo siento. En Algeria, en el aeropuerto, te hacen el visado. No, tienes que ir con visado hecho aquí. المهم اخوتي اخيرا ما خلاوناش ندخلوا للجزائر، ماشي ما خلاوناش ندخلوا للجزائر، ما خلاوناش نركب في الطياره بباسبور مغربي. كيف ما عرفنا اخوتي انا ما عنديش جنسيه اسبانيه، عندي غير باسبور خضر. 2000 درهم اللي خلص ديال الطياره مشات ليها باء المنثوره. دابا غنمشيو نشوفوا واش غيرجعوا لنا الفلوس ديال البي ولا ما يرجعوناش فلوس البي. بغينا نمشيو للجزائر نزوروا خوتنا الجزائريين ونوريكم الحقيقه في الدقيقه، ولكن مع الاسف انتم شنو وقع لنا. ضربنا تمرات الايروبور ديال برشلونه، ومع الاسف كما كتشوفوا باسبور مغربي ممنوع الدخول به للجزائر. ماشي ممنوع الدخول به للجزائر، هو ممنوع تركب به في الطياره، ما خلاونيش نركب في الطياره. المهم انتم كما كتشوفوا خوتي ها هو البي عندي مع التسعود، ها هي برشلونه الجيري كيف ما كتشوفوا. دابا خصنا نمشيو نشوفوا واش يقدروا يرجعوا لنا الفلوس ديالنا ما رجعوهالناش. مع الاسف اخوتي ما بغاوش يرجعوا لي الفلوس، قالوا لي لا بغيتي نبدلوا لك التاريخ باش تمشي للجزائر نبدلوا لك التاريخ. قلت نبدلوا لي التاريخ بشهر 1 2025. ديك الساعه قلت نعدل الفيزا ونمشي للجزائر، ولكن مع الاسف الاخوان قالوا لي خصك تخلص 1000 درهم. انا البيت قام عليا ب 2000 درهم وخصني نولي عاوتاني نخلص 1000 درهم. يعني مع الاسف الاخوان ما قدرناش نمشيو للجزائر. كيف ما شفتوا قال لك ضروري خصك الفيزا، ما بغيتش نخرج الفيزا قلت غنمشي بلا فيزا نشوفوا داكشي واش بصح ولا ماشي بصح. ولكن انتم كتشوفوا يعني ما خلاونيش نركب في الطياره، ما خلاونيش نركب في الطياره بلا فيزا. والله العظيم
واحد التماره واحد التخسيخه، انا ما بقاتش فيا الفلوس ديال الطياره، انا بقات فيا علاش ما يخليونيش ندخل للجزائر، والجزائر بلد اسلامي. واش انا اليهودي؟ الجزائريين عندهم حق يدخلوا المغرب بلا فيزا بلا حتى شي حاجه. انا هذه المعلومه ما عارفهاش، واللي عارفها خلينا في التعاليق. يعني الجزائريين واقيلا يقدروا يدخلوا المغرب بلا فيزا، علاش ناقصنا الفيزا؟ انا اقسم بالله خوتي انا بغيت نتاكد واش هذا الشيء اللي كيقولوا في المواقع واش بصح ولا ماشي بصح. خوتي كيما الشوق كيعيطوا في التليفون، عيطوا للقنصليه، عيطوا للعالم، عيطوا لهذا، عيطوا للخفير، عيطوا لمولشي ديال هادشي ديال الطيران، قال لك ممنوعيش عليهم، ما خلوني يمشي. هذاك قلت لهم خلوني نركب في الطياره، وهذيك الساعه الا ما خلونيش ندخل للجزائر بعدا عن تسمى بعدا وصلت للجزائر، ولكن ما خلونيش نركب في الطياره، ما خلونيش نخرج من برشلونه. ضيعت الوقت ديالي ومشاو لنا الفلوس وما خلونيش نركب في الطياره. المهم داكشي كامل نشوف عنكم اخوتي. يعني كنت باغي ندير واحد التجربه، نمشي للجزائر ونشوف خوتنا الجزائريين ونشوفوا الجزائر واش تستاهل ولا ما تستاهلش، ونتساراو فيها شي شويش ونوريكم الوجه المزيان والوجه العيان ديال الجزائر. ولكن الاخوان مع الاسف ما خلاوناش حتى نخرجوا من برشلونه. المهم الصراحه خوتي انا ما كنتش متاكد من الفيزا واش بصح ولا ماشي بصح ولا داكشي كامل غير اشاعات. الصراحه انا ما بحثتش على الفيزا، انا قلت بلا ما نبحث بلا ما حتى شي حاجه غنشبر نقطع ركب في الطياره ونمشي للجزائر. خلاوني ندخل تبارك الله، ما خلاونيش ندخل ونرجع في حالي. بالنسبه للفيزا ديال الجزائر ما كنظنش غتكون غاليه ولا غتكون صعيبه، يعني تدخل الانترنت غتخرج بواحد 500 درهم ولا 200 درهم يعطيوك الفيزا. خا الفيزا ديال الزيتون كدير 200 درهم ولا 500 درهم، انا ما نخرجش الفيزا باش نمشي للجزائر. هادشي ديال الفيزا وتخربيق هادشي كامل غير سياسه. واش انا نعدل الفيزا باش نمشي للجزائر زعما داخل كندا ولا غادي للامريكان؟ وراه الجزائر غا الجاره ديالنا، راه حنا خوت اصاحبي، حنا مسلمين، ما خاصهاش تكون لا فيزا لا والو. انا كان الهدف ديالي وهي نجرب ندخل للجزائر، وهو نمشي للجزائر ونشوف واش غيخلوني ندخل ولا ما يخلونيش ندخل. كنت غنصوركم داكشي كامل. انا مع الاسف اخوتي ما خلاوناش نركبوا في الطياره، انتما شفتوا كلشي بعينكم. مشات الفلوس ضيعت وقتي، ولكن ما بقاش فيا هادشي كامل. انا اللي بقى فيا وهو علاش ما ركبتش في الطياره، وخلوني نركب في الطياره وديك الساعه ما وصل للجزائر ديك الساعه يكون خير. ما خلاونيش ندخل، نقطع بيا خو ورجع في حالي. دابا انا اصلا قطعت غير نمشي، ما قطعتش نمشي ومجي، حيت انا كنت غنمشي للجزائر غنشوف شنو واقع في الجزائر، عندها شي فيديوهات في الجزائر، ومن الجزائر نقدر نمشي لتونس ولا للسودان ولا شي عالم اخر. صراحه ما خلاوناش اخويا نتوما شفتوا. وبالنسبه للبيي مشيت للشركه ديال الطيران باش يرجعوا لي فلوسي، قالوا لي ما نقدروش نرجعوا لك فلوس. واخا بزاف ديال المغاربه خلاو لي بزاف ديال التعاليق في هذاك ستوري اللي درت في انستغرام، قلت لهم بانني غنمشي للجزائر، قالوا لي ما تمشيش، عندك تمشي، الجزائريين راه خايبين، الجزائريين غيضربوك، الجزائريين غيديروا لك، غيحيدوك الكاميرا، غيدخلوك للحبس. قالوا لي ما تمشيش، كلشي كينصحني. واخا بزاف د المغاربه نصحوني ما نمشيش للجزائر، انا قلت غنمشي للجزائر وغنمشي نزور خوتنا الجزائريين، حيت الجزائريين ماشي بحال المغاربه فيهم بنادم مزيان فيهم بنادم خايب، بحال الجزائر فيها بنادم مزيان وفيها بنادم خايب. كاين بزاف ديال الجزائريين الله يعمر راس العاو يرحبوا بك ويدخلوك لديورهم ويوريوك ويمشيو معاك ويصوروا معاك وما كاينش شي مشكل. وكاين شي الجزائريين اللي غيكون راسهم فيه الحجر غيقدروا ما يخليوش يتصور، يقول لك انت مروكي مروكي. ولكن الجزائريين راه ماشي بحال اخويا. ما خصناش نديو واحد النظره على الجزائريين بان الجزائريين كاملين خايبين. انا عندي بزاف ديال صحابي الجزائريين كنعيش معاهم هنا في اسبانيا، صحابي كنا كنشرب معاهم كندخل الديور ديالهم الله يعمرها سلعه. كذلك عندي صحابي مغاربه الله يعمرها سلعه، كاين شي مغاربه الله يخليها سلعه، كاين شي جزائريين الله يخليها سلعه. تحيه لخوتي الجزائريين، كيف ما شفتوا ما خلاونيش نوصل لكم، ما خلاونيش نركب في الطياره، ما خلاونيش نوصل للجزائر. بغينا نجيو نزوركم ونشوفوكم ونضحكوا معاكم ونشوفوا التقاليد ديالكم ونشوفوا القفطان ديالكم ونشوفوا الطواجن ديالكم ونشوفوا الكسكسو ديالكم. ما تنساوش في التعاليق تخليوا لي الراي ديالكم شنو بالكم في هذه الرحله، وما تنساوش تخليوا لي في التعاليق بالنسبه للمغاربه والجزائريه واش نخرج الفيزا ونولي نرجع للجزائر او لا بلاش. تحيه للمغاربه وتحيه لخوتنا الجزائريين، وحنايا خوت في الاسلام. وهنا كتسالى الفيديو ديالنا، ومع السلامه ونتشوفوا الفيديو المقبل. نعم، كيف شفنا الاخ المغربي بيان سور ما قدرش يمشي للجزائر لانه ما كاينش فيزا، والجزائر فارضه الفيزا على المغاربه. يعني ما يمكنش لاي مغربي يمشي للجزائر بدون فيزا، والفيزا ديال الجزائر معروفه ايضا انها تري كومبليكي، ماشي بسهوله تقدر تحصل عليها. دونك كنظن باللي المغاربه بلا ما يحاولوا يمشيو للجزائر في الوقت الراهن من بعد ما تفرضات الفيزا على المغاربه. وللاسف بارطاجيت معكم فيديو ديال واحد اخر مغربي اللي كاين في هولندا اللي سميتو سفيان إعلوش، اللي حتى هو كان باغي يمشي للجزائر في رحله عمل وترفضت الفيزا ديالو. ولكن انا اللي صدمني هو لي كومونتير اللي جاوني على الفيديو. صراحه كاين بزاف ديال الناس اللي متاثرين وتانفلونساو من هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي باش تنعت خوتك المغاربه بالصهاينه. حقيقه شيء لا يقبله العقل. المغاربه هما اكثر شعب من بعد اليمن اللي احتجوا على داك الشيء اللي وقع عند خوتنا في فلسطين. المغاربه يوميا كيخرجوا كيطالبوا باسقاط التطبيع وكيدينوا داك الشيء اللي واقع في فلسطين، وكيحرقوا الدرابو ديال هذوك اللي ما كيتسماوش.
واخا اغلبيتهم ذباب الكتروني ماشي مغاربه وماشي جزائريين وكيسعاو يوقدوا نار الفتنه ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، ولكن ما نكذبوش كاينين وحدين اخرين اللي تانفلونساو اللي تاثروا من داكشي اللي كيدور في لي ريزو سوسيو، اللي الريح اللي جاي يديهم كيف كنقولوا ساهل تاثر عليه، ساهل تخليه يعتقد باللي المغربي عدوه وباللي الجزائري عدوه كمغربي، وسهل ايضا تخليه يحب الفرنسي اللي ما خلى ما دار في جدودنا لا في المغرب لا في الجزائر للاسف. فكنتمناو خير ان شاء الله، لاننا شعبين شقيقين واي واحد كيسعى يفرق ما بين الشعبين الشقيقين فهو لا يموت باي صله للاسلام، لان الاسلام يجمعنا والشيطان ومن والاه يفرقنا.